السي محمد الأمين حرمة الله في حدود 7 دقائق و40 ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس المحترم، السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدات والسادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة النواب المحترمين. بلادنا السيد رئيس الحكومة حققت إنجازات كبرى على مستوى البنيات التحتية الأساسية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية وتنزيلاً للبرامج الحكومية اللي أعطت الأولويات إلى البرامج المهيكلة والأوراش الكبرى التي أولتها الحكومة العناية الخاصة، ورصدت لها الإمكانيات المالية الضرورية على مستوى الاستثمارات العمومية وعلى مستوى الاستثمارات الخاصة كذلك، من خلال خلق جو من الاستقرار والأمن وتوفير الظروف الملائمة للاستثمار. طبعا هذه البنيات التحتية من طرق ومطارات وموانئ ومستشفيات وسدود وغيرها جسدت العدالة المجالية وكرست تساوي الفرص بين جهات المملكة والأقاليم. حضرات السيدات والسادة، لقد انتقلنا في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى مسيرة أخرى، مسيرة شعارها التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والرياضية لبناء مغرب قوي متماسك ومتضامن يستفيد منه جميع المغاربة بدون استثناء في إطار الدولة الاجتماعية. وهنا أود أن أستوقف السيد رئيس الحكومة عن ما تحقق من بنيات أساسية ومشاريع كبرى في الأقاليم الجنوبية التي تزخر بالتنمية وتنعم بالاستقرار تحت القيادة الرشيدة لسيدنا الله ينصره. لقد قطعت الأقاليم الجنوبية المملكة بجهة الداخل وادي الذهب العيون الساقية الحمراء وقلميم وادنون أشواطا كبيرة في مسيرة التنمية بفضل ما تم تشييده من بنيات تحتية أساسية قوية، وهو ما أثمر نهضة تنموية شاملة حول بلادنا إلى ورش مفتوح من المشاريع العمومية. اسمحوا لي السيد رئيس الحكومة أن أتحدث عن بعض الأحلام التي تحولت إلى حقيقة في عهد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. الحلم الأول الذي أصبح حقيقة اليوم هو الطريق السريع تزنيت الداخلة. الطريق السريع تزنيت الداخلة والذي يربط المملكة المغربية بعمقها الإفريقي جنوب. ثانيا ميناء الأطلسي للداخلة، وهنا ننوه بالمبادرة الملكية السامية بفتح المجال الأطلسي أمام الدول الساحل الإفريقي. إن هذا المشروع الكبير سيغير وجه المنطقة بصفة عامة ويزيد من مستوى التنمية بين المملكة المغربية وبين باقي دول العالم لا سيما الدول الإفريقية. ثالثا الإشارة إلى البنيات التحتية بالمطارات الدولية بكل من الداخلة والعيون وقلميم، وجعل مطار الداخلة مركزا دوليا لأوروبا وإفريقيا في وجه الرحلات الدولية التي جعلت من الصحراء المغربية واجهة جذابة للسياحة والاستثمار. رابعا مشروع انبوب الغاز نيجيريا المغرب، والذي تحقق برؤية جلالة الملك المتبصرة والحكيمة وانفتاحه على القارة الإفريقية. كما أنه ينبغي التنويه
بالمشاريع الكبرى في مجال الطاقة الخضراء، بحيث أصبحت الجهات الجنوبية فاعلا أساسيا في هذا المجال. السيد رئيس الحكومة المحترم، لا شك أن ما تحقق على أرض الواقع في الصحراء المغربية عزز موقف المملكة المغربية وساهم في النجاحات المتتالية للدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يتعلق بقضية وحدتنا الترابية. والاعترافات الدولية المتتالية بالسيادة المغربية على صحرائه، والإشادة بما وصلت إليه الأقاليم الجنوبية من تنمية واستقرار. إن المجال لا يتسع للحديث عن كل هذه المشاريع التي عرفتها الأقاليم الجنوبية، ولكن السيد رئيس الحكومة سنذكر بعضها ومنها: كليات الطب والمستشفيات الجامعية بكل من الداخل والعيون وقلميم، مدن المهن والكفاءات بجهة العيون والداخل وقلميم، آلاف الهكتارات الفلاحية بجهة الداخل برنزران وقلت زمون العيون، قنطرة محمد السادس وهي أكبر قنطرة ببلادنا، سد فاسك وسد الساقية الحمراء، المشاريع النوعية للمكتب الشريف للفوسفات وغيرها من المشاريع المهيكلة التي تم إنجازها أو هي في طور الإنجاز. إن هذه المشاريع الكبرى بأقاليمنا الجنوبية تعكس العناية المولوية السامية لتلك الربوع العزيزة على كل المغاربة، والتي عبر عنها جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان. يقول جلالة الملك: كما نعبر عن شكرنا وتقديرنا لأبنائنا في الصحراء على ولائهم الدائم لوطنهم وعلى تشبثهم بمقدساتهم الدينية والوطنية وتضحياتهم في سبيل الوحدة الترابية للمملكة واستقرارها. انتهى كلام جلالة الملك. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيد الرئيس. شكرا.